عندنا كرة كأس العالم الجديدة. كرة كأس العالم الجديدة يمكن اتعمل مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن الكرة الجديدة. اللي يمكن الشركة اللي بتعمل الكرة اللي هي اديداس طبعا كشفت النقاب عن البطولة اللي هتكون في كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا. بيقول لك ان تصميم الكرة هي اسمها جوبولاني. جوبولاني دي كرة جديدة دي اللي هتحير العالم دي. دي بيقولوا انها ذات تقنيه مبتكره، بتديها التقنيه بتاعتها المبتكره دي بتمنحها ثبات استثنائي عند انطلاقها في الهواء. يعني بتبقى ثابته في الهواء، كره جديده بتبقى ثابته في الهواء، اضافه الى تماسكها ان عندها تماسك مثالي. الكره الجديده دي اللي هي عملوا حفله في المانيا. طبعا منتخب جنوب افريقيا طبعا. نعم. أقيم حفل في ألمانيا طبعا للشركة دي، عملت الحفلة دي باللون الجديد الذهبي البراق في ايده اهي. الكورة. الكورة دي هتلعب بها المباراة النهائية. ده طبعا كارلوس ألبرتو طبعا. نعم. كارلوس ألبرتو. اتفضل. فرانز بيكنباور. ايوه. جابولاني دي مشتقة من اسم مدينة جوهانسبرج. ايوه. اللي تعرف مدينة الذهب. ايوه. والشركة بتقول ان الكرة مصممة تصميم فريد وتقنية مبتكرة ثابتة زي ما قلنا، عندها ثبات استثنائي عند انطلاقها في الهواء، فضلا عن انها فيها درجة تماسك مثالية. الشركة برضو بتقول ان الفيفا والاتحاد الاوروبي ومنظمات الكروية العالمية اللي بتضم 8 اجزاء حرارية ثلاثية الابعاد. شوف ازاي ده شكل يعني الكورة فيها 8 اجزاء حراريه ثلاثيه الابعاد بشكل دائري، يعني معموله بشكل دائري مما يعزز الانتظام الدائري للكره بشكل اكثر. يعني بالبلدي اللي هيشوط شوطه محكمه هتروح زي ما هو عايز بالملي، مفيش رفه يمين ولا رفه شمال. وبيوصفوها زي ما بيكون بيوصفوا عماره، يعني حضرتك بتقول تضم 8 اجزاء حراريه ثلاثيه الابعاد. الحفل طبعا ده كان فيه مجموعه من النجوم الكبار اللي حضروه، والجمهور حتى اخذ بعض الكور وبدا ينطقوا بيها والكلام ده كله. ناس بتعرف تجهز لكل حاجه صح. أكيد. صح قوي قوي.